السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني اليوم إن شاء الله غادي تعرفوا معلومات مهمة عن شجرة اللوز والأخطاء اللي تديرها الإخوان، أخطاء فادحة ماشي الجميع ولكن الأغلبية تدير هذه الأخطاء لأنه ظن منها أنها غادي تعطي إنتاج مزيان، بالعكس راه عاد تخرج على الشجرة عاد تدمرها دمار كامل. الإخوان شنو هو الأخطاء اللي ترتكبوها وحاولوا تجنبوها اللي هي غنذكروها لكم الآن إن شاء الله. اول حاجه الشجره خاصها تكون مزبوره كما تشوفوا على هذه الطريقه، يعني هذاك البرج جديد بحال هذا العود ها هو كما تشوفوا الاخوان، هذا العود ها هو هذا تيحيد. تنخلو غير هاد يعني هاد شنو البلاصات ديال النواره ها هما البراعم ديال النواره هما اللي تنخلوها الاخوان. الخطأ اللي تديروه هو أنه الآن حاليا اللوز راه ديما بدا تينور وتطلقوا عليه السقا، هذا خطأ كبير. يعني خاصك تسقيه قبل ما يديماري، الا سقيتيه دابا راه غادي تأثر لأن جد حساس اللوز. غير بمجرد تسقيه تبدا النواره طيح تيوقع عندها واحد الخلل في التوازن التركيبه ديالها. خاصك تكون عاطيه الازوت المغنيسيوم الصوديوم، هادشي خاص تعطيه ليه قبل ما يديماري وقبل ما ينور. اما دابا غير قيليه وبعد منه. حاجة وحدة هي تعتني به في من الحشائش من الربيع من هذاك الشيء تحيدي عليه صافي، هذا الشيء اللي كاين. اما باش غادي تقول دابا تسقي انا تقول انا غادي نسقي باش النواره ما تطيحش ودير الغله، بالعكس. وكاينه افه اخرى اخويا الاخوان تدمر الانتاج ديال اللوز، اللي هي واحد البخوشه كحله تدخل في النواره، ما يسمى بالخنافيس، تدخل في النواره وتدمر الاشجار. يعني مادام دابا تينور ما غاديش تداوي بالدواء الا حاجه غادي تجيب واحد السطوله بيضين تعلقهم في اللوزه ودير فيهم شويه الماء، هذيك البخوشه تضرب في السطل تطيح تموت في الماء. هذا هو الحل ديالو. وتنشكركم ونشكر جميع الاخوان اللي تيتابعوا هذه القناه بهذه المعلومات القيمه. نتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاخوان باش كلشي يستافد وكلشي ما يوقعش في الاخطاء اللي تيوقعوا فيها بعض الفلاحه. شكرا والى اللقاء.